السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم شيوة الأخوات، فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تبخلوش علينا من لايك، شاركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا بطبيعة الحال. نتمنوا هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال ونكونوا خفاف ظراف على قلوبكم إن شاء الله يا ربي. اليوم جبنا لكم هذه الوصفة الرائعة ديال هذا الأرز ديال هذا الجو البارد مع الخضروات وطريفات ديال الدجاج، طبق اللي هو سهل وسريع ولذيذ في نفس الوقت. شاهدوا معنا الفيديو باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير. غادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. هنا الخضره اللي غادي نحتاجو كامله قطعناها هكا مكعبات. عندنا واحد البرانيه صغيره ولا نص كبيره، مهم الكميه نتوما اللي تحكموا فيها. عندنا واحد الفلفله خضراء، واحد نص فلفله حمراء، واحد البصيله، نص قريعه خضراء، كلشي نقطعوه هكا مكعبات صغيورين. وعندنا جوج ديال خيزويات هكا صغيورين حتى هما قطعناهم مكعبات. والطريفات ديال الدجاج هنا عندنا جوج فخيضات ديال الدجاج صغار ماشي كبار بزاف، وفلحناهم بهذه الطريقه باش يدخلوهم الطياب، باش ما ياخذوش لينا الوقت بزاف في الطياب نفلحوهم. هنا غادي ناخذ واحد المقيله نديروا فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون ولا الزيت العاديه، ونديروا هذوك الطريفات ديال الدجاج ديالنا يتقلاو مع واحد الرشيشه ديال الملح. ضروري اننا نقليوهم مزيان باش يدخل لهم الطياب. بهذه الطريقه نقلبوا في الطريفات ديال الدجاج ديالنا، وغادي ندير لهم الغطاء ديالهم ونخليوهم يتقلاو لينا مزيان. بهذه الطريقه تقدروا تضيفوا صدر ديال الدجاج، تقدروا مهم اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم ديروه. صافي غادي نسدوا عليهم بالغطاء وغادي نخليوهم يتشحروا لينا واحد شويه. من بعد من دازت هذيك الفتره غنفتحوا عليهم. هنا كيف ما كتشوفوا بدا كيدخلهم الطياب. غادي نضيفوا اول حاجه غنضيفوا الخضره اللي كتستهلك شويه ديال الوقت باش كتطيب. غنضيفوا البصله وفلفله خضراء وفلفله حمراء، لحقاش هاد المكونات كيحتاجوا شويه طياب على باقي الخضر. صافي غادي نضيفوا واحد نص معلقه صغيره ديال هذيك الثومه اللي كنحضروها، نحتفظوا بها في الثلاجه عفوا، مع زيت الزيتون، ولا ديروا جوج فصوصه ديال الثوم محكوكين ولا شويه ثومه بودره، المهم على حسب داكشي المتوفر عندكم عفوا. صافي نخلطوا هاد المكونات جميعا هكا كلشي مع بعضياتهم، وغادي نرجعوا الغطاء على المقله ديالنا. من بعد كيف هنايا كيف ما كتشاهدوا بعد ما دخل لهم هذيك الخضروات شويه ديال الطياب، فتحنا عليهم عاود وغادي نضيفوا باقي المكونات: الجزر، خيزو، القرعه والباذنجان. بهذه الطريقه غادي نخلطوا جميع العناصر مزيان مع بعضياتها. طبق ساهل وسريع وبنين، فيه الخضره، فيه الارز، فيه هكا طريفات ديال الدجاج، وكيجي رائع، يعني كيجي بنين في هذا الفصل البارد. غادي نسدوا عليهم واحد شويه باش يتشحروا لنا عفوا جميع المكونات مع بعضياتها. هنا بعد ما دازوا بعض الدقائق نفتحوا وغادي ندوزوا باش غادي نديروا التوابل. كيف ما كتشاهدوا راه بدا يدخل لهم الطياب. غادي نديروا واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير، كيف ما كتشاهدوا نص ولا الراس ديال المعلقه صغيره ديال البزار فلفله كحله واحد شويه. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره مع مراج ديال الخرقوم، هاد المعلقات راهم صغار بزاف. هاد الطريقه وغادي نخلطوا جميع المكونات مزيان مع بعضياتها، وغادي نمرقوا بواحد شويه ديال الماء مغلي كيف ما كتشاهدوا. غادي نسدوا عاود على المقله ديالنا ونخليو هذوك المكونات كامله يطبخوا مع بعضياتهم مزيان. ما كيحتاجش الوقت بزاف باش كيوجد لينا هذا الطبق. صافي بعد ما سدينا على المقله ديالنا ودازوا بعد دقائق وفتحنا كيف ما كتشاهدوا، صافي راه تقريبا المكونات ديالنا راهم طابوا. غادي نضيفوا واحد المكعب ديال ضمه البنه، بغيتو ديال الدجاج ولا ديال البقري اللي بغيتو، نضيفوا المكعب. وغادي نضيفوا واحد زليفه صغيره ديال الروز اللي سبق لينا من طبيعه الحال غسلناه. صافي غنخلطوا هاد المكونات جميع مع بعضياتها كلشي مع بعضياته مزيان، وغادي نزيدوا نضيفوا واحد شويه ديال الماء مغلي. المهم نتوما تحكموا، نبقاو نراقبوا ونحركوا هكا مره ونراقبوا. بغيتوه
ناشف شويه، بغيتوه مرق شويه، نتوما تحكموا في الكميه ديال الماء اللي تضيفوا له. وغادي نسدو على الارز ديالنا باش يطيب مع باقي الخضروات والدجاج. هنا هذا هو الشكل ديال الرز ديالنا بعد ما طاب، كيف ما كتشوفوا كيجي معلك، هذيك المرق ديالو معلك بنين. هنا كيف ما كتشوفوا ها هو الدجاج ديالنا طاب، الخضره كامله طابت. وهذه هي الاخر اللي بغينا حنا ديال الروا كيف ما كيقول هذاك. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. الوصفه ديالنا الارز بالخضروات والدجاج كيجي رائع البنات، ساهل في التحضير وبمكونات اللي هما ماشي بزاف ومتواجدين تقريبا في اي بيت. شوفوا لي التعليقه، ورائع كيف سبقت قلت لكم في هذا الوقت البارد كيسخن الجسم. فوصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه وتبارطاجوها مع الحباب. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.